بحس كده ان انت ممكن تبقى يعني مش عارفه اقول لك ايه عشان انت مكسوف فمحسسني لا ان انا مش مكسوف والله، بس انا يعني لا. كنت حاسه انك ممكن الدبله يعني عشان كانت بالشيء عشان كانت ايه؟ كانت غاليه. كانت الدبله غاليه؟ لا بجد انا والله. نت هنا. لا والله بجد. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بصي عشان خاطر 5 دقايق بس دي يا جماعه. تتشال في الدولاب. ممكن ترتاحوا 5 دقايق بس. دي تتشال في الدولاب دي، ومن سويسرا. ماشي الدبله حلوه، لكن لما البس دبله في الشمال اه عشان الناس بقى تقعد تتكلم وتقول هو خطف وهو اتجوز، يعني منظر. يعني انت لابسها عشان الاشاعات؟ لا لا مش، لا انا لابسها عشان مزاجي. اشاعات انا يلعن اول اشاعات. انت لا عشان يقولوا انك متجوز لا يعني؟ لا لا بهزر. لا انا لابسها عشان انا بحب الدبله دي، عجباني. انا عايزه اقول لك اول ما دخلت اتصدمت، قلت ايه ده اتجوز من غير ما يقول لي؟ لا لا ولابسها في الشمال وقاعد عادي وبتاع. حلوه. اي حلوه بس لا بدل انت مش متجوز. لا ما خليها بقى. اكيد يبقى هو في ناس مش متجوزه، في ناس متجوزه مش لابسه دبل. بس اكيد بتحبها. مين دي؟ بتاعت الدبله دي؟ اه لا ما خالص. فسخت خطوبتك ليه؟ ده من 12 سنه الكلام ده. من زمان 12 سنه؟ ايوه انا اخر خطوبه ليا كانت من 12 سنه. انت عارف انا عايزه اقول لك سر. ايه؟ لا خلاص مش هقول لك دلوقتي. بس بعد ما نخلص. لا اصل انا ما صدقت افتح معاك الموضوع ده، لان بتقولي انا مش رومانسي. عايزه اقول لك انت طول ما انت على التلفزيون طول الوقت بتتكلم عن الحب والسلام والناس لازم تحب بعض وان الراجل لازم يعمل الست كويس. ايه؟ انا اللي عايزه 5 دقايق. انا كده كده مش متضايقه. هو الضيف اللي بعد كده جاي امتى؟ انا بقالي سنه اقول له طب نتقابل، مش كل شويه اكلمك اقول لك نتقابل نتعشى مع بعض، مش عارفه ايه مفيش. وكل مره انت تروح اقول لك قول لشريف ان انا عايزه اشوفه ولا بيقول لي حاجه. طب بذمتك انا كل ما اكلمك ما اقولكش يلا نخرج مع بعض يلا نتعشى مع بعض؟ ايوه وحياة دي لما قابلتك في سمك ايوه صح. مش قلت لك ما انت أنا بتخرج بنسى، أنا اهو؟ بنسى. عشان انا كل ما اكلمك تقول لي اصل انا بنام الساعه 8. لا قلت لك 9. ما انت خارج اهو بنام مش ومعاك 8 ناس. 10 دلوقتي بقيت 10. طب 10 انا يوميها شايفك 11 12 بالليل صح؟ ده انت ذاكرتك فظيعه. لعلمك بقى انا زعلت جدا يوميها، انا قلت انت مش عايز تخرج معايا انا بالاخص. ليه؟ عشان كل ما اكلمك اقول لك يلا نشوف بعض يا شريف وبتاع، تقول لي لا اصل بنام الساعه 8، لا اصل مشغول، اصل مش عارفه ايه. ودخلت الساعه 11 ونص لقيتك قاعد ومصحصح وسط ناس كتير. كنت مع مين؟ كنت قلت لي دي ستايلست مش عارفه. ايوه فاشن ديزاينر. فاشن ده ديزاينر. انت ذاكرتك ما انساش حاجه ابدا. يا نهار اسود والله العظيم صح فاكر يوميها. قلت لي دي فاشن ديزاين، بس انت كان معاك ناس كتير، بس عرفتني على واحده قلت لي دي بتعمل لبس تحفه. فعلا بتعمل اكسسوارز. انت في النور. ها رايح نور. ده اكرم قال لي عنده مشكله مش عارفه ايه. لا انا رايح نور. اتش الشاي بورد ده. هتطفي النور ليه؟ يلا يا جماعه بريك 10 دقايق لما يجهزوا يقولوا لنا بقى. مش خالص تتجوز. بريك ايه اكرم والله العظيم ما اعرفش فيها حاجه. هو اكرم راح يا حنان. اصل عايز اقول لك ليه انت خايف من ايه اعمل؟ عندي هوا، انا عندي تسجيل الساعه 9:30. هيخلص على طول. لا بجد؟ لو انت ما بتفكرش تتجوز خالص؟ لا قدام شويه ان شاء الله. قدام شويه ايه 42 ما نفسكش في بيبي مثلا؟ لا بصي انا هقول لك، انا عايز اتجوز وانا عندي 50 سنه، يعني كمان 8 سنين. ليه؟ اتجوز واحده. بس 50 سنه تبقى بتلعب في الوقت الضايع. مين قال لك؟ لا يعني 50 سنه 50 سنه ده تلعبوا كوتشينه. انا عمري ما هلعب في الوقت الضايع. 50 سنه؟ 50 سنه. ليه؟ انا مش حاسس ان انا عندي 42 اصلا، ما دي مشكله. تعرف انا عايزه اقول لك حاجه بس ما تضحكش عليا. ايه؟ تعرف ان انا اول ما رحت المحور وانت جيت بعد ما انا اشتغلت في المحور بقد ايه مثلا؟ بسنه ونص سنتين. كنت بقعد اتفرج على برامجك طول الوقت، اقعد اقول يعني مش معقول يكون في شخصيه كده زي ما في ناس بتتفرج عليا تقول لك دي فيك وبتمثل ومش عارفه. لا بس انت مش فيك خالص. ومش محجبه ومش عارفه ايه وبتاع. انت نفس الحكايه، كنت بتتهاجم برضه بس برضه مصر على الحق ومصر على الخير ومصر على انك تعمل حاجات فيها قيم وتقول ايوه حاجات فيها وعي. الطريقه اللي اتربينا بيها. بحس ان احنا زي بعض قوي. ايوه الطريقه دي اللي احنا اتربينا بيها، ما مش كل الناس بتفهم الكلام ده، بس هنفضل ورا الناس لغايه ما يفهموا الكلام ده. انت عارف انا عايزه اقول لك يلا شوف اكرم ايه مشكلته وقول لي انا جاهزه. قبل ما ابتدي بس انت عارف ان انا يعني كنت دايما اقول لك عايزين نتقابل وبتاع عشان كنت بجد عايزه اقول لك حاجه. انت عارف انا كنت معجبه بيك قوي في وقت من الاوقات. معجبه ازاي؟
كنت قاعده اقول ده زيي قوي. وبعدين كان دايما لما اطلع في برنامج واتهاجم ومش عارفه ايه، وتروح انت طالع على الفيسبوك قايل دي وانت جامدة بتشوفي الكلام اللي انا ومش عارفة بكتبه على الفيسبوك؟ ايوه بتشوفيه انا ازاي؟ متابعاك يا ابني طول الوقت. وبعدين بدخل على الصفحه بتاعتك واطلع ومش عارفه ايه، دايما اقعد اقول ده واقف جنبي دايما، واقف في ظهري، مش قريب مني بس على طول بيدافع عني. مش كنت معجبه بقى وهيمانه جدا. احرجتيني. ليه احرجتك ليه؟ وشي حمار. انت مش مصدقني؟ لا مصدق يعني، مش فاهم. والله العظيم بحبك جدا. ايوه معجب يعني. بحبك والله العظيم. ايوه عشان احنا زملاء يعني. لا ساعتها لا خالص. إيه؟ انا بقول لك انت لما انت داخل عليا دلوقتي، انا يعني فكره ما شفت الدبله كنت هعيط. ده انا اقلعها عشان خاطرك. طب انت مش مصدقني صح؟ خلاص مفيش دبل. يلا. مش مصدقني صح؟ لا كنت بقعد اقول هو، بس ده فعلا عايز اساله. انت عارفه انا جريئه يعني. ليه دايما كنت بتبص لي على اني زميله، مش يعني مش حد تعجب بيه؟ لا ما هو عشان مش عارف يعني. امم ايه؟ انت ليه محرج كده؟ ايه ده، انا فاكراك جريء وبتاع. لا في الحاجات دي مش زي، بس ايه يعني انا مش إيه؟ بحرجك على فكره دلوقتي، مش عايزاك لا تقول انا لي بس فاهم، انا ده كمان كان معجب مش بيكي ده كان بس. زمان ده صح؟ ايوه كان زمان، بس لغايه دلوقتي يعني لما بشوفك يعني لما كلمتك كذا مره قلت لك عايزه اخرج معاك، كنت عايزه اعرفك اكتر يعني. وانا كنت بقول لك ايه؟ كنت بتقولي بنام بدري مش هقدر مش عارفه ايه. بس ما فهمتش كده يعني، ما خطرش ليه الكلام بقى شكلي مش ست مثلا؟ لا ده انت كلك انوثه اصلا. لا امال ايه ده؟ انا اللي غبي. لا يعني عمرك ما فكرت فيا كحد تعجب بيه يعني؟ ازاي كنت معجب باعمالي ومعجب، بس ما فكرتش فيا يعني دايما مع ناس زمايل في الشغل وفي قناه واحده وبتاع، دايما يعني. لا صراحه ما فكرتش. ليه؟ كنت دايما اقعد اقول هو ليه مش شايفني؟ يعني ليه بمر قدام؟ كنت تقولي انت زي القمر، انت جميله، انت. مره دخلت اديتك شوكولاته ودخلت طب يبقى انت عارف لما عملت كده، لما دخلت اديتني الشوكولاته دي، قلت يبقى هو معجب بيا. ما هي معجب بيك ازاي؟ معجب بيا يعني. وبعدين جيت بعد كده كلمتك قلت لك نخرج مع بعض، قلت لي يعني انا مش فاكر انت قلتي تعالى نخرج مع بعض وانا قلت لك لا. اقسم بالله العظيم كلمتك كذا مره، مرتين قلت لك طب نبقى نشوف بعض ونبقى نخرج ومش عارفه ايه، ولما شفتك قلت لك ما انت بتخرج ايوه انا اهو. فاكر اليوم ده بتاع سمك، بس مش فاكر انت كلمتيني قلت لي تعالى نخرج مع بعض وانا قلت لك لا استحاله، ما انا ما حسبتش اصلا. لا قلت لك انا فاضيه بالليل على طول، قلت لي انا بالليل ده بنام الساعه 10 وبعدين عندي هوا كل يوم من 6. قلت لك يبقى نخرج ايه بقى الساعه 3 الظهر في الشمس. ايوه نخرج نتغدى. وبعدين انت غيرتي اساسا رقمك كذا مره، كل ما اكلمك الرقم بتاعك يقولي هذا رقم مش موجود في الخدمه. ايوه بس انا كنت حاسه في الاخر ان انت مش شايفني بجد يعني. ايوه انا بعتبرك كزميله يعني. ليه؟ علشان اتعودت ان انا الناس في الشغل اتعامل معاهم بالطريقه دي صراحه. وانا عمري ما حسيت برضو بحاجه ناحيه مذيع معايا، بس انا كنت كل ما بشوفك وبتفرج عليك بحس ان ايوه عشان احنا عندنا نفس البرنسبلز، نفس المبادئ. عايزين أيوة. نخدم الناس، عايزين نشوف بلدنا احسن، بس عايزه اقول لك الحب الحقيقي مش ان الواحد يجيب ورده ومش عارفه. كنت حاسه ان احنا انا مش بؤمن ممكن نحب بعض بجد، لان احنا عندنا نفس التارجت في الحياه. وفكره ان انت ما اتجوزتش خالص دي، انا كنت بحس كده ان انت ممكن تبقى يعني مش عارفه اقول لك ايه، عشان انت مكسوف فمحسسني. لا انا مش مكسوف والله، بس انا يعني لا كنت حاسه انك ممكن تبقى راجلي، فاهم؟